هو ايه اللي يخلي طالب ثانوية عامة يفضل مكمل وشاطر لحد اخر السنة بدون ما يحصل له اي عقبات؟ من وجهة نظري هم 4 حاجات يخلوا طالب ثانوية عامة يفضل مكمل لحد اخر السنة. اول حاجة ان هو يكون ماشي على نظام مرتب، لان النظام المرتب هيساعدك انك تنظم وقتك وكمان تنجز اكتر. بلاش عشوائية، لان العشوائية هيبان تأثيرها في اخر السنة مش دلوقتي. شهر على شهر هتلاقي العشوائية اثرت عليك جامد. تاني حاجة ان هو يكون ماشي على روتين ثابت، والروتين الثابت ده هيجي عن طريق ان هو يكون منظم حاجته على هيئة ان هو يشوف المواد اللي هو ماشي فيها نص نص، المواد اللي ماشي فيها كويس، ويبدأ ان هو يشوف هل هو هيكمل مع المدرس ده ولا لا. تالت حاجة واللي من وجهة نظري برضو هتأثر على طالب ثانوية عامة وتخليه مكمل لحد آخر السنة، ألا وهي إن هو يكون ماشي مع صحبة كويسة وما يكونش محبط منهم، ويكون شايف ناس قدوة ليه وعاوز يوصل لهدفه زيهم. رابع حاجة والأخيرة إن هو يعمل مخططات تقدر تلم له بيها المواد ده، وإن شاء هيوفر عليه كتير جدا. بس كده أنا دكتور فارس نشأت، ولو عاوز تنضم معانا لأكاديمية الرحلة ما تنساش إنك تكتب كلمة تم في الكومنتات عشان أبعت لك كل التفاصيل. سلام.